مرة سألت واحد صاحبي سؤال بسيط جدا، لو تعبت لا قدر الله تحب تتعالج فين؟ قال لي في البيت. قلت له ايه؟ قال لي في البيت، ارحم من المستشفيات اللي عندنا. قلت له يعني ايه؟ قال لي يعني يعيش على امل يموت بكرامته، بس مش هروح مستشفى حكومي. ومن هنا جت فكرة الفيديو ده. صلى على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وندخل في موضوع النهارده، لان الموضوع ما بقاش هزار. اللي يمرض في مصر مش بس بيعاني من المرض، بيعاني من السيستم ومن الزحمه اللي بيشوفه والاهمال، ومن انك لازم تدفع علشان تتعالج حتى لو انت ظروفك الماديه مش احسن حاجه. طب ايه الفرق ما بين المستشفيات الحكومه والخاصه؟ ونفهم ليه ان المواطن بيتمنى ان يخف لوحده بدل ما يروح المستشفى. وفي الاخر هنقارن ما بين مصر وسويسرا. الرعايه الصحيه في مصر ما بداتش امبارح. الفراعنه كان عندهم اطباء متخصصين، دكتور للعيون ودكتور للسنان ودكتور للبطن، وكان التخصصات دي في حاجه اسمها بيت الحياه اللي هي زي المستشفى دلوقتي. الدكاتره كانوا بيتدربوا في معابد وكان فيها سجلات طبيه محفوظه على البرديات، واشهرهم الطبيب امحطب اللي عمل اول مستشفى وعمل اول وصفات عشبيه متقدمه. يعني معنى الكلام ده من الاف السنين كان عندنا نظام صحي وعلاج وتنظيم، وكان ساعتها المريض بيتعالج مش بيتذل. دلوقتي مستشفيات الحكومه لما تخش الطوارئ بتلاقي زحمه ملهاش اول من اخر، مفيش ولا سرير ولا دكتور فاضي. التمريض مش احسن حاجه.